حقيقة سقوط محمد رمضان من على المسرح. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة فيديو يظهر بظهور سقوط مطرب أسمر من على المسرح أثناء أحد حفلاته، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا المطرب هو الفنان محمد رمضان أم لا. وفي الفيديو يظهر المغني وهو يرتدي نظارة شمسية سوداء وتفاعل مع الجمهور برقصة وحركات استعراضية على المسرح، بينما تظهر في الخلف بعض العارضات اللواتي يرقصن على أغنية جديدة للمطرب محمد رمضان بعنوان أنا البلد. ويتعرض المطرب للسقوط المفاجئ ليصطدم بقوة بأرضية المسرح، ورغم إنشاؤه الكبير في الشكل والتشابه بينه وبين محمد رمضان والحركة بينه وبين محمد رمضان، رجح البعض أن هذا هو الأخير نفسه، لكن في الواقع كان مغني من بنما. وبعد التحقيق من الواقعة تبين أن المغني الذي ظهر في الفيديو هو ناندو بوم، وهو فنان بنمي معروف في عالم الموسيقى اللاتينية. وقع ناندو بوم أثناء حفله في مركز بنما بمؤتمرات في ديسمبر الماضي، ورغم الاصطدام الشديد عاد لاستئناف غنائه لجمهوره بشكل طبيعي. ناندا بوم المولود من عام 1977 يعد من أبرز فنانين الموسيقى اللاتينية ومن رواد الريجي الأسباني، حيث ساهم بشكل ملحوظ في تطور هذا النوع من الموسيقى خلال السنوات الأخيرة. وعلق الفنان محمد رمضان ونشر تدوينة على صفحته بمنصة إكس تويتر مع صورتين للمغني، وقال فيه: أولا ألف سلامة على المغني اللي وقع وهو بيغني، ثانيا اللي شاف إن ده أنا لازم يكشف النظر في أسرع وقت. وأعاد رجل الأعمال المصري ناجي الساويرس نشر تدوينة وتعليق محمد رمضان قائلا بتعليق: اللي شاف إنه أنت كان نفسه تكون أنت، فمش محتاج كشف نظر، محتاج دكتور نفساني يعالج نماذج مريضة. وإن السياق المنسوب إلى الفيديو المتداول لا يرتبط بمحمد رمضان، وإن أغنيته أنا البلد أضيفت إلى المقطع إعطاء مصداقية وخداع